بعد ما خلصنا العلاج بتاع الهيباتيتس بالانترفيرون واللاميفيدين والريبافيرين والادينوفير، هنبدأ النهاردة في جزء مهم برضو، حاجة اسمها كرونيك فيرال هيباتيتس. قلنا المرة اللي فاتت إن عندنا في حاجات أكيوت 3 فيروس وأكيوت بس، وفي 2 فيروس أكيوت وكرونيك. من الحاجات الكرونيك هيباتيتس بي وهيباتيتس سي. فبيقول في الكتاب if acute hepatitis persists for more than 6 months، يعني لو الهيباتيتس أو الالتهاب الكبدي دام أكتر من 6 شهور the patient enter the stage of chronic hepatitis. تمام. This happened for those infection of hepatitis B or C. يبقى احنا كده نفهم من الجملتين دول إن لو الالتهاب دام أكتر من 6 شهور ده بيتحول إلى chronic hepatitis، وده بيحصل فيه 2 فيروس بس اللي هو البي والسي. السيمتومز بتاعتنا اللي بتظهر على المريض إن هو feeling constant fatigue، على طول تعبان، noticing yellowish of the eye jaundice زي ما قلنا في الأكيوت برضه، which may be accompanied by a change in urine. فاليورين الكلر بتاعه بيتغير في الغالب بالجوندس، بتبقى لونه أصفر لأن الصفرة بيبقى فيها مشكلة أو الكبد مش قادر يتخلص من الصفرة. This patient may feel an increase in the abdominal size due to enlargement of spleen and liver. من المعروف إن الكبد بيفرز بروتينات بتحافظ على ضغط الدم أو الضغط السوائل الموجودين، بالذات الألبومين اللي هو البروتين الرئيسي بتاع الكبد. فلما يكون الكبد فيه مشكلة أو فيه انفلاميشن أو كرونيك انفلاميشن خاصة، هنا الفانكشن بتاعته مش بيكون أحسن حاجة، فبيحصل معانا increase في abdominal size اللي هي ممكن تؤدي بعد كده الأسايتس، هنشرحها كمان شوية بإذن الله. Often the patient doesn't complain of anything at all. يعني في العادي زي ما قلنا قبل كده إن البيشنت مبقاش عنده أي مشكلة أو بيشتكي من أي شيء نهائي. And the disease is only discovered when performing viral tests for travel or undergoing surgery. ولكن يكتشف بالصدفة البحتة لما يكون رايح مسافر أو هيعمل عملية، فبيعمل فحوصات قبل العملية. طب ايه المشكلة عندي اللي بتظهر مع الكرونيك فيرال هيباتيتس؟ occurrence of liver cirrhosis، ده أكبر مشكلة كنا نحكي عنها زمان، إن السيروزز يحصل التليف بتاع الكبد with increased portal vein pressure أو سموه portal hypertension and the appearance of varices اللي يحصل توالي في المريء أو دوالي، وكمان في النهاية بيحصل abdominal ascites اللي هو استسقاء أو وزن. with the deterioration of liver function the patient may become susceptible to hepatic coma. مع تدهور الحالة وتدهور وظائف الكبد البيشنت بيقول لك إن هو ممكن يبقى معرض أكتر لهيباتيك كوما اللي هنحكيها كمان شوية بإذن الله. occurrence of liver tumors، يبقى دي رابع مشكلة أو تالت مشكلة، يبقى الليفر سيروز حصل، deterioration من liver function، وفي النهاية بيحصل قد يحدث liver tumors أو يحصل التلاتة مع بعض، وتكون حالة تدهور بسرعة شديدة جدا. طيب كيف أشخص الحالة أو أتعرف عليها؟ الدياجنوستيك ميثودز. أول حاجة liver functions، liver enzymes، الليفر bilirubin، الألبومين، الليفر انزيم والبيلروبين بلاقيهم عاليين. طب الألبومين الكبد بايظ فلاقي الألبومين قليل، والبروترومبين تايم بيبدأ يزيد مع مع زمن التغلط. طيب عشان أتأكد وأتعرف بالظبط على الفيروس، في الهيباتيتس بي بعمل انتيجين انتي بودي رياكشن، بيكون في الاي جي جي هو اللي موجود، الاي جي ام خلاص اختفى، يبقى عشان ده كرونيك، واعمل بي سي ار عشان اتاكد من الموضوع ده. لو هيباتيتس سي هنا كرونيك رمزه سي اتش سي، ان دي اتش اي هاي اتش سي في فيروس، واعمله البي سي ار عشان اتاكد. مش كده وبس، لا احنا هنعمل abdominal ultrasound. ليه؟ عشان detect the presence of enlarged spleen، نشوف السبلين الطحال بتاعنا كبر والليفر ولا لأ، و detect the presence of liver cirrhosis، نتأكد من التليف موجود ولا لأ، and increased the portal pressure and is used to diagnose the presence of ascites and liver tumors. طيب العلاج بتاعنا هيكون بالانترفيرون ألفا أو اللاميفيدين والأدينوفير عشان أتعامل مع الهيباتيتس فيروس بي. طب الانترفيرون ألفا مع الريبافيرين عشان نتعامل مع هيباتيتس فيروس سي اللي هو كرونيك هيباتيتس فيروس سي. والحاجات دي بقت جزء منها قديم أو البروتوكول تحدث حاليا.
كده خلصنا الكرونيك هيباتيتس. ننتقل للشيستوسوميازيس أو البلهاريزيس اللي هي البلهارسيا بالعربي. بيقولك إن هي وايد سبريد all over the world، خاصة في أفريقيا وفي جنوب أمريكا والبلاد في بعض البلاد في آسيا. اللي سموها شيستوسوميازيس أو العالم الألماني اسمه ثيودور بيلهارز، عشان كده سموه بلهارزياسيس. اكتشف الدودة سنة 1851. Human infection contact with one stage of schistosomias parasite سموه السيركاريا. السيركاريا دي هو الطور المعدي أو الحاجة اللي تسبب العدوى بتاعتنا بالهرسي. امتى؟ اما يكون الشخص معرض او بتكون السيركالة دي موجودة في سويمنج في فريش ووتر، تنتقل السيركالية دي اما تلمس جسد الانسان with human skin penetrate الجلد and move to the blood vessels of the urinary bladder. في حالة لو حاجة اسمها الشيستوسوما هيماتوبيوم أو الميزنتريك vessels in case of cystosoma والإسمنثوناي. دول نوعين بتوع البلهارسيا نعرفهم كمان شوية. After a period Cercaria transform to a complete worm that lie the eggs. يبقى الدودة الكاملة هي اللي بتبدأ تفقس وتبيض وتفقس، والفأس بيتم خارج الجسم غالبا. And travel with water travel with blood and leaves penetrate the tissue causing inflammation and then fibrosis affect tissue. قد تتعشش في الكبد وتبوظه أو تخش في urinary tract وتعمل مشاكل أخرى. السيمتومز بتاعتنا في حالة الشيستوما هيماتوبيوم أو سموها اليورينري تراكت انفكشن اللي هي بتصيب المسالك البولية. هي المشكلة البويضة بتاعتها إن هي بتكون فيها دودة، بيسموها قصدي بيكون فيه مش دودة، بيكون فيه إبرة بالطول، والنوع التاني بيكون فيه إبرة جانبية. بس عندنا الإبرة الجانبية اللي بتنزل مع البلوطة وهي نازلة بتحك في جدار اليوريتر، وبتحصل معانا بليدنج، عشان كده بنقولك بلادي يورين. وقد يحدث urinary tract infection والبلادر واليوريتر ممكن يكون فيهم حصاوي ويحصل هيدرونيفروسيس ورينال فيلير، وقد تتطور إلى malignant tumor and bladder urethra في البلادر وفي اليوريتر. دي مشاكل الشيستوسوما بالذات. طيب في حالة الشيستوما مانسوناي اللي هي بتعيش في الانتستين الهيباتيك، بيحصل دايرية وبلد موجود في الستول وأنيميا وليفر سيروزز، وقد يحدث سبلين انلارجمنت وإليفيتد بورتال فين بريشر، الضغط بتاع البورتال فين بيزيد. تتطور إلى الأسوفيجيال فاريسيس وبليدنج في الأسوفيجيال فاريسيس. بعد فترة من كتر ما بتتطور الدوالي أو المريء اللي فيه الأوردة المتشعبة دي تبدأ تحصل لها رابشر أو بتنفجر. كيف التشخيص؟ التشخيص ببساطة بنقول إن أحلل اليورين وبكرره بشوف الإجزة بتاعتنا، في الغالب بتكون مميزة بتتشاف تحت الميكروسكوب. طب الستول نفس الكلام بشوفه الإجزة تحت الميكروسكوب، أو ناخد ريكتال سناب ويز مايكروسكوبيك اكزامينيشن هنلاقي برضو الإكس. أنتي بوديز تو الشيستوسوما في البلاد هنلاقي، أو يسموها أنتي بالهارزيال بلاد، يبقى أنتي بوديز فبلاقيها في البلاد بتكون واضحة. بريسنس أوف شيستوسوما إكس إن ذا بلاد ستريم بتكون موجودة برضو في الدم في دورة حياتها. والعلاج بتاعنا بيكون بسيط بمادة اسمها البرازيكوينتال. اسمها ايه؟ برازيكوينتال. اسمها مرة تالتة برازيكوينتال مش مرازي، برازيكوينتال. طيب الاسايتس او الاستسقاء، الديفينيشن بتاعها بيقولك ان هي accumulation تراكم للسيرس فلويد اللي هي السوائل in the proteinial cavity في الابدومين، نتيجة increase في او بتؤدي الى increase في الابدومين سايز، حجم البطن بيزيد. طيب ما هي الاسباب تؤدي الى ذلك؟ acute and chronic heart failure، ده مشكلة زي ما شرحناها زمان. طيب ثم الرينال فيلير، ده برضه مشكلة، أو ليفر فيلير، أو التي بي زي ما خدنا زمان، أو البريتونيال ميتاستاسيس secondary to malignant neoplasm.
في ورم أو حاجة مش كويسة هي اللي تعمل كده. السيروتيك أسايتس قد يحدث أو يتطور الأسايتس، وفي الغالب إن هو بيبقى manifestation أو مضاعفات نتيجة تدهور وظائف الكبد في مرضى التليف الكبدي، بيحصل سيروتيك أسايتس. السيمتومز تكون واضحة steady أو increase in the abdominal size، اللي هو زيادة مظبوطة أو ماشية بشكل مستقيم أو بشكل هادي في حجم البطن، وده حاجة مش كويس. may be accompanied with swelling in feet، قد يحدث إن الرجلين بتتضخم أو تتنفخ تتملى سوائل لأن الجسم مش قادر يتخلص منها أو القلب ضعيف. The patient to complain of fatigue and difficulty in breathing due to abdominal pressure on the diaphragm. The patient to complain of loss of appetite, early satiety، بيحس بالشبع بسرعة. protrusion of umbilicus، حوالي السرة بتاعته تبقى بارزة outward، and in severe cases it may be ruptured with fluid leakage، ممكن تسرب و necessitate surgical intervention. قد يحدث إن السرة بتطلع لبره protrusion، وبيحصل بعض الأحيان يتربشر وتنفجر، فبتختار نتدخل جراحي. قد يحدث congestion و protrusion في abdominal wall vein لأن العضلات الداخلي شديد، فبتحصل appearing as a tortoise، عادة حاجة كده خطوط متعرجة في tubes on the abdominal examination. طيب احنا خدنا كل التفاصيل، خدنا الأعراض وخدنا التعريف وخدنا كل حاجة ازاي نعالجها بقى. قدر الإمكان نحاول restrict نقلل من الصوت completely from الفود، ونستخدم diuretics عشان نتخلص من المياه الزيادة لو الكلى كويسة معانا وشغالة، وبتابع وزن المريض بدقة وكل شوية حتى مع الدايوريتكس عشان أشوف إن هي مظبوطة بتقلل وزن الجسم بتاعنا ولا اللي مبتأثرش. والرجل المريض هل الانتفاخ فيها بيقل ولا بيزيد أو ولا مش بتأثر. طب ايه هي المضاعفات أو complications؟ The presence of ascites in the abdomen may lead to serious pathological condition زي spontaneous bacterial peritonitis، إن دي البكتيريا تحب الموضوع ده، أو في سوائل وحاجات وسط مناسب للنمو. refractory ascites presence of ascites ولكنها غير مستجيبة للعلاج. hepatorenal syndrome disturbance of kidney function، اللي هو فقدان وظائف الكلى. هيباتيك كوما أو انسيفالوباثي أو الغيبوبة الكبدية هي واحدة one of the most dangerous complication of deterioration of liver function، واحدة من أشهر المصايب أو المشاكل اللي بتحصل resulting from dysfunction in the higher brain centers، كمان تأثر على البرين والمراكز اللي فيه due to deteriorating liver function. hepatic coma occurs in liver patient نتيجة الأكيوت هيباتيك فيلير أو كرونيك هيباتيك انسفشنسي. أول حالة الهيباتيك كوما نتيجة الأكيوت فيلير، ده بيكون سريع وتدهور شديد قوي في نتيجة تدهور شديد في الليفر فانكشن. بيظهر عامل ازاي؟ بيظهر ان المريض entry in the coma may be a state of agitation مضطرب where the patient is very nervous، على طول متعصب وعدواني. طيب وبعد كده يبدأ يدخل في مرحلة من النوم during this patient respond to external stimulation. ما يظهر كمان البيشنت مش بيستجيب إلى أي external stimulation، خلاص كده دخل في كوما حقيقية أو غيبوبة كبدية. العلاج بيقولك إن هو بيحتاج intensive care medical لو بدخل عناية. in some cases البيشنت ممكن يحتاج liver transportation، يحصل له transplant اللي هو الليفر يتزرع له كبد جديد from a donor لو يكون متبرع. some patient may need to procedure زي kidney dialysis where the liver dialysis machine is used to perform liver function. احنا بنعمل له زي غسيل احتياطي لحد ما نشوف متبرع. the treatment is expensive and don't widely used أو available في حوالي العالم. تاني حاجة الهيباتيك كوما نتيجة الكرونيك في هيباتيك فيلير يحصل نتيجة ايه؟ نتيجة continuous deterioration في الليفر function، نتيجة ان وظائف الكبد
خلاص بقى كل شوية بايظة كل شوية بايظة، فخلاص في الآخر external factor ممكن تبقى نتيجة infectious disease في respiratory tract and urinary tract infection bleeding from esophageal أو gastric varices overuse of diuretics excessive drainage of peritoneal fluid excessive protein intake severe constipation or diarrhea severe use of sedative and hypnotics. ده كلها أسباب. الأعراض first stage أو pre-coma stage there is no accompanying disturbance في مستوى الوعي، ولكن بنلاقي إن التغير شوية في البرسوناليتي، ممكن يبقى على طول قلقان خايف مضطرب، بيتصرف زي الأطفال extreme happiness، ممكن يكون فرحان قوي وزعلان في نفس الوقت frequent forgetfulness، بينسى بسرعة جدا أو مش فاكر أي حاجة أو تايه ومش مركز. sleep disturbance insomnia أرق، أو ينام طول النهار ومبينامش طول الليل. upon examination الهاند tremors الإيدين بتاعته بترعش، ريحة الماوس بتكون واضحة، سموها الفتور هيباتيكس، أو بنشوف ريحة الأسيتون. change in the hepatic and the patient voice with low speech، الصوت بتاعه بيتغير. مرحلة الكوما الغيبوبة may be not reached in the patient، اللي هو استلحقناه في المرحلة اللي فاتت بالعلاج. gradual deterioration تدهور في حالة المريض continuously occur starting with the loss of sense of place، ده مش عارف هو فين ولا الوقت ايه ومش قادر يميز الناس ولا يتعرف عليهم، followed by mild coma resemble normal sleep and then بعد كده تحول إلى deep coma اللي هو بيدخل فيه سبات عميق أو غيبوبة عميقة. التريتمنت بنلحقه في أي مرحلة، إن إحنا بنحاول نتجنب الأنيمال بروتين في الدايت بتاع البيشنت، وبيوقف بقى الدايوريتكس لأنها بتكون مش مفيدة، بنستخدم مكانها اللاكتيلوز سيرب، ده نوع من الدايوريتكس ولكن هو بيشتغل بشكل تاني، وندخل حاجة اسمها administration of فلومايسين، ده مضاد حيوي عشان يقتل البكتيريا أو الميكروبات اللي مش محتاجة هنا نتيجة البرايفيوليشن بتاع أو إنه يكون وسط مناسب للنموها، فده مش كويس. ممكن نستخدم انتيبيوتكس عشان نحاول نتغلب على الميكروبات أو السيبتسيميا اللي ممكن تحصل. ممكن نعمل اندوسكوبي من الأسوفيجاس أو المعدة عشان نشوف البيض أو الحاجة دي الفيريسز بتاعنا دي اللي عاملة بليدنج ليه نتأكد، أو ممكن نحقنها أو نعمل لها ربط ligation to stop the bleeding. In the severe cases the patient need to enter intensive care، الحالات الشديدة بيخش العناية. if the patient improve they may be evaluated for liver transplant from a donor، لو الحالات شديدة قوي ممكن نحتاج متبرع لو لقينا. والبارت 5 احنا شرحناه، ان شاء الله المرة الجاية نشرح درس جديد.